بقالي فترة ملاحظة ان انا بقيت اتكلم مع نفسي. مش هتكلم اللي هو الكلام، كلنا بنتكلم مع نفسنا عادي، بس المشكلة لما ترد علينا، فاهمين؟ انا بقيت ارد بقى. بجد والله العظيم يا جماعة، بقيت اصحى من النوم على صوتي وانا برد على حاجة بفكر فيها في دماغي وانا رايحة في النوم او بحلم بيها. بقيت مثلا بعمل اي حاجة في البيت، انا دايما دماغي شغالة بفكر بتكلم، حتى الحاجة اللي بعملها تلاقوا دماغي شغالة، انا هعمل كذا، انا برتب دايما افكاري لانها بتتشدد بسرعة جدا. فالاقيني رديت بصوت عالي على الفكرة اللي في دماغي. هنا ادركت ان انا داخله على مرحله خطر من الحياه لوحدي، وما ينفعش. انا طبعا عايشه لوحدي، انا وبنتي قاعدين في البيت لوحدنا. فبجد انك تقعد لوحدك مده زمنيه طويله ما بتتكلمش مع بني ادمين، يعتبر غير يعني وقت قليل قوي في اليوم ده لو اتكلمت، الموضوع صعب قوي. صعب قوي نفسيا. ف انا بتكلم كتير قوي مع عائشه بنتي، بتكلم بجد كتير قوي. بس مهما كان هي مش بني ادم كبير هيعرف يرد عليك بنفس المنطقه الزمنيه اللي دماغك فيها. المهم، فقلت ارجع اصور معاكم تاني، اتكلم معاكم احسن ما اكلم نفسي جدا. ده حل حلو جدا وبجد كان بيفرق في نفسيتي في اوقات كتير. فهنرجع نصور تاني. دي الحاجه الحلوه. الحاجه التانية اللي انا عايزه اقولها لكم، احنا حضرنا اللانش بوكس. صباح الخير، عائشه بتروح حضانه طبعا، علشان انا مش هستحمل انها ما تروحش حضانه. الحضانه بتفرق جدا في شخصيتها، وكمان قعدها في البيت وحش قوي قوي. بتقلب البيت كله، بتعمله عارفين الغابه وقرد الغابه، احنا بنبقى عايشين كده. بجد البيت بيتشقلب، وفي نفس ذات الوقت هي ما بتبقاش مبسوطه، وانا بتعصب وبزهق لانه اليوم طويل قوي علينا وهي في البيت، وانا ما بخرجش كتير. فاحسن حاجه ليها انها تقابل ناس في عمرها وتعرف تلعب وتنبسط وتعمل حاجات، وبيعلموها النظام حلوين قوي بجد. مبسوطه بالحضانه دي جدا، لان دي تاني حضانه اروحها. عائشه ما بتحبش السندوتشات نهائي، الفينو والجبنه واللانشون والجبنه الرومي والحاجات العاديه بتاعتنا دي ما بتاكلهاش، ولو حطيتها لها ولو هتموت من الجوع كده ممكن تاكل الحشوه وتسيب الفينو. فعملت لها مكرونه، بعمل لها وجبات مكرونه رز، وما بتاكلش الفراخ برضو، فبقطعها لها قطع صغيره او احطها لها مع المكرونه او مع الرز. وما بتاكلش الرز العادي، لازم الرز بسمتي، ومش اي رز بسمتي، لازم في قلبه بصل كتير، وانا عندي قرفه من البصل بطريقه مش طبيعيه. بعمل لها كميه صغنطوطه على قدها كده، وزبادي علشان طبعا ايه، عشقها بجد الزبادي، بتحبها قوي. حطيت لها بقسماط وحطيت لها فلفله خضراء، لانه الخيار اللي عندي دبلان بقاله كتير قوي. المكرونه دي كتير، انا عارفه هي مش هتاكلها كلها، بس هي ما اتعشتش وما بتفطرش، فبتاكل اللي على قدها، والباقي بتيجي تاكله قبل ما تنام بقى، اللي هو الناب بتاعها وقت الظهر. دي احسن حاجه الحضانه عملتها، بتخلينا انا وهي وقت الظهريه بنكون تعبنا بقى، فبننام بقى شويه حلوين. امبارح راحت علينا نومه من الساعه 2 للساعه 9 ونص بالليل. انا اللي راحت عليا نومه، هي صحيت ورجعت نامت تاني. انا ما لا قوي لانش بوكس جديد اللي هو الكبير المتقسم ده اصلا كان جاي لنا هديه، فمن ساعتها واحنا بنستخدمه والحمد لله ماشي حلو زي الفل. تعرف تفتحه، دي احسن حاجه، بتفتحه بتاكل نفسها والدنيا كويسه. ساعات بتحتاج مساعده بسيطه. اوكي. وكمان والكوبايه دي مع اللانش، الكوبايه دي انا لسه شاريها لها جديده، بس هي جت ماتشنج كده بالصدفه. هي نفسها قوي في شنطه جديده، فانا ان شاء الله الفتره الجايه هجيب لها شنطه جديده. والشنطه برضو كانت جايه لها هديه في عيد ميلادها السنه، هي عيد ميلادها السنه. اهلي كانوا عارفين، اهل باباها يعني كانوا عارفين ان انا ناويه ادخلها حضانه، فجابوا لنا مكونات الحضانه، لانش بوكس وشنطه وكوتشي، اختي اللي جابت لها كوتشي وحاجات كده. الحضانه بترن. الميس اتصلت بتاعه الباص، خلصنا كده، دي شنطتها. حطيت لها اللانش بوكس وحطيت لها طقم كمان، وحطيت لها بامبرز علشان تحتاج تغيره، وهحط لها شويه مناديل علشان لما بتحتاجها هناك وكده. هي كده خلاص خلصت، بس احنا اتاخرنا لان الباص. شوفوا حلاوته يا ناس، شوفوا السكر اللي لسه ما فاقش من النوم. هي يا دوب صحيت النهارده، صحيت متاخر جدا، صحيت على اللبس يعني، بس وهي نايمه يعني قوي بجد، خطيره جدا. يلا قولوا باي، تروحي الحضانه. شوفوا البنكه اللي في شعرها.